السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنبتدي نستغل البناطيل الجينز القديمة وشنط الهدايا اللي هي من قماش الجوخ. هو مش بلاستيك، هو قماش سميك شوية، حلوة ومتينة، ونشوف هنعمل بيها ايه النهاردة. هاتي اي بناطيل جينز، اي قماش جينز عندك قديم، وهنبتدي نقص منه الاشكال اللي تعجبنا. انا شخصيا قصيت 3 دواير باحجام متفاوتة، وقصيت قلوب برضو بالشكل وبالحجم اللي يعجبك. زي ما انتم شايفين الحجم ده حجم مناسب، يعتبر وسط. قصيت من البنطلون كله يعني ما خليتش فيه فتفوتة، بس للأسف فيديو البنطلون اللي انا استخدمت منه الحاجات ديت يعني ضاع مني او اتمسح يعني. فانا وريتكم ان انا يعني المفروض ان انا كنت اعمله من البنطلون اللي قدامكم التاني دوت. المهم انا دلوقتي قصيت الكمية ديت، كمية محترمة طبعا، على قد الشنطة اللي هتستخدميها او على قد الحاجة اللي هتبقي محتاجة تحطي عليها المفرش دوت. انا عن نفسي هعمل منه مفرش الكومودينو. الكومودينو عندي بشكل فيه بروز كده، هيبقى حلو جدا في منظر القلوب، ومش مربع، يعني مش شكل ثابت، الاطراف بتاعته دائريه، فهيبقى حلو قوي في المنظر دوت. لو حابه تعمليه مربعات للكوموديونات او للترابيزات اللي هي مستقيمه، حدودها ثابته يعني مش مدوره، هيبقى حلو جدا ومناسب جدا. زي ما انتم شايفين انا رتبت الشكل بالمنظر دوت، قلوب داخل بعضها، وهبتدي الزقهم واقص الزوايد. القماش الشنطة الزيادة كله هنقصه، بس الاول هلزق معاكم 2 أو 3 كده تبقوا شايفين انا بعملها ازاي. زي ما انتم شايفين انا بملأ الظهر بتاع القلب كله، الاطراف يعني بتاعته شمع، واقلبها على القماشة. سهلة وبسيطة جدا، وتعمليها بايدك وتتسلي وانت قاعدة. طبعا مش في رمضان، في اي وقت تاني، عشان رمضان يعني ربنا يجعله شهر كريم علينا. لازم يبقى شهر عبادة، ولازم السنة كلها تبقى عبادة عموما يعني، بس بالاخص في رمضان بتبقى روحانيات حلوة وجميلة كده. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد علينا وعليكم رمضان بكل خير وسعادة. زي ما انتم شايفين بملى الاطراف كلها شمع، واقلبها، واحاول اظبط الرسمة. ما عجبتنيش بشيلها والزقها تاني. دي لفت معايا شوية، او الرسمة يعني الترتيبة كده ما عجبتنيش، فشلتها والزقها تاني وارتبها تاني براحتي. الحاجة الحلوة في القماش الجوخ او الشنطة ديت، انك لو اتلزق عليها شمع سخن وشلتيه ما يأثرش فيها، مش زي مثلا مشمع، مش زي شنطة بلاستيك، لا. في النهاية انا هلزقهم كلهم، وهتلاقوا شكلهم حلو جدا وترتيبتهم حلوة قوي. ترتبيه حسب ذوقك وحسب مزاجك. طبعا مادام انتي اللي هتعمليه هيبقى حلو جدا وتبقي مبسوطة بيه جدا. ادي واحدة كمان بعملها معاكم، ويا رب يعجبكم. اللي موجود معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت يشرفني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا كل حاجة انا بعملها. شايفين كده انا بلزقهم بترتيب، او بحط واحدة فوق، يعني نص واحدة فوق واحدة، نص واحدة فوق واحدة، متداخلين يعني، بحيث ان ما يبقاش في فراغات في النص باينة. كده انا خلاص رتبتهم، بحركهم يمين وشمال، مفيش حاجة بتتفك، مفيش حاجة بتتشال، سهلة جدا بسيطة جدا. هبتدي ألزق الدواير اللي في النص، هنعتبرها شكل وردة
واللي في النص قلب الورد. حابة تعمليه قماش تاني براحتك، حابة تعمليه لون تاني براحتك. القماش والخامة والألوان دي حاجة ترجع لك انت يا قمر. كده انا هلزق الدوائر التلاتة فوق بعض زي الفل. الدايرة التالتة برضو هملى الاطراف شمع والزقها قدامكم. يا ريت تقلبوا في القناة كده، هتلاقوا فيديوهات حلوة وجميلة هتعجبكم جدا. وإعادة التدوير دي حاجة ممتعة ممتعة ممتعة. دي النتيجة وده الشكل. هنبتدي التزيين. أنا جبت شريط البلابل دوت من عند بتاع الكلف، محل الكلف والخيوط ومستلزمات الخياطة عموما. حابة تغيري اللون براحتك، حابة شكل تاني براحتك، بس انا لقيت ان البلابل الصغيرة دي شكلها حلوة جدا جدا جدا، والنتيجة فعلا نتيجة عجبتني وريحتني نفسيا يعني. طبعا الالوان زي ما قلتلك حسب ذوقك وحسب اختيارك. هكملها كلها واوريكم شكلها. وخدي بالك من الشمع، هو لسعته في الاول بتبقى صعبة لكن بعد كده بتاخدي عليه. حلوة جدا وجميلة جدا. انا عملتها على اطراف القماش الجنس او القلوب اللي انا عاملاها، مش على الشنطة. حبيت ان اطرافها كلها تبقى محطوط عليها الفرنشة دي او الشريط ده. شايفين شكلها بقى حلو جدا، حدودها جميلة جدا، عجبتني جدا. لو حابة تعملي على الاطراف الداخلية براحتك، بس زي ما قلت لكم انا هعمله مفرش للكومود، فاكيد مش هبقى عايزة فيه بروز ولا مرتفعات، علشان ممكن تحطي اي حاجة جنبك ما تقعش. حابة تحطي كوباية، حابة تحطي ازازة مية، حابة تحطي فاز، حابة تحطي اباجورة، ما تقعش وما يبقاش فيه ميول ومرتفعات في القماش تسقط الحاجة اللي عليه. هبتدي اقص الزوايد كلها وهشيل كل اللي باين من الشنطة، ولا حد هيشوف انها شنطة ولا حد هيعرف انها شنطة. وغسيله سهل جدا، مجرد بس تنقعيه في مية ومسحوق مش اكتر، لانه مش هيحتاج غسيل يعني في غسالة والكلام من ده. لانه مفرش كومودينو يعني مش عرضة ان هو مش عرضة للاتساخ يعني. مكان دايما نظيف، مفيش حاجة يعني تستدعي ان انا احطه في غسالة. معلش بقى سرحت بقى في القص ونسيت ان انا بصور. كده انا هقص الزيادات كلها واوريكم شكلها في النهاية بقى عامل ازاي. كده انا قصيت الزيادة كلها حلوة وجميلة. هعمل بقى واحد كمان بس مش هصوره يعني، بس انا بوريكم نموذج للحاجة اللي ممكن تعمليها. ممكن تعملي حجم اكبر لو حابة لتسريحة، لترابيزة، تخيطي الشنط في بعض وتزودي المساحة، هتبقى حلوة جدا وجميلة جدا. طبعا المكان ما انا قصيت عمل فتحات في الشنطة، هلزقها كلها بالشمع
وهتبقى ماسكة نفسها طبقتين محترمين ثابتين، شكلهم حلو جدا وجميل جدا. يا رب الفيديو يعجبكم والنموذج اللي قدامنا يعجبكم. يلا اتجدعني واعملي حاجتك كلها في البيت. شكلها شيك وجميلة وموفرة جدا جدا جدا. كل اللي اشتريته من بره البلابل، شريط البلابل والشمع، ولا اكتر ولا اقل. وطبعا كل ده ما يبقاش مساوي لتكلفة المفارش اللي بنشتريها من بره. وانا بالنسبة لي الشكل ده مناسب جدا لأوضة النوم عشان هي سمرة. ممكن تعملي اي قماش تاني يناسب أوضة نومك او يناسب المكان اللي هتحطي عليه المفرش ده. يا رب المفرش يعجبكم ويا رب الفيديو يعجبكم، وشرفوني ونوروني باللايك والشير والاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما اشوفكم في خير وسعادة. السلام عليكم.